هو انا ازاي ممكن انجح؟ مين هنا عايز ينجح يا جماعه؟ كلنا، صح ولا مش صح؟ كلنا عندنا اهداف في حياتنا، كلنا نفسنا ننجح، كلنا نفسنا نحقق حاجات كتيره، ولكن بتبدا او كل الناس بتدور على عوامل تساعدني ان انا انجح. ايه هي الحاجات اللي ممكن تنجحني؟ وخلي بالك انا هنا مش بتكلم بس عن البيزنس. ليه؟ لانه النجاح اسلوب حياه. النجاح ايه يا جماعه؟ اسلوب حياه. النجاح عمره ما كان في مجال وبس. في قاعده بتقول the way you are acting in something is the way that you are acting in everything. الطريقه اللي انت بتمشي بيها في حاجه هي غالبا الطريقه اللي انت بتمشي بيها في كل حاجه. لو انا النهارده انسان بطلع اعذار في كل حاجه، هبقى انا في حياتي بطلع اعذار، في شغلي بطلع اعذار، في بيتي بطلع اعذار، مع اولادي بطلع اعذار، مع اهلي بطلع اعذار. ليه؟ انه the way you are acting in something، في حاجه it is the same way that you are acting in everything. فاللعبه كلها فين؟ انه انا ما افكرش بقى ازاي انجح فين؟ في البيزنس. افكر ازاي انجح في حياتي. في حياتي. وخلي بالك احنا مش بنساعد الناس بالبزنس ان هم يكونوا اشخاص افضل، احنا بنساعد الناس ان هم يبقوا اشخاص افضل عشان ينجحوا في البزنس. اقولها لك تاني، احنا مش بنساعد الناس بشغلنا ان هم او بالبزنس انه يغير حياته، لا احنا بنساعده الاول ان هو يتغير للافضل عشان يعرف ينجح في البزنس. يس نو. وهو ده اللي انا حابب ابدا كلامي مع كل الناس هنا فيه، ويمكن انا هروح شويه معاكم ديب حبتين. في حد هنا يا جماعه بيزعل من الصراحه؟ اتكلم براحتنا. وخلي بالكم 99.9% من الناس اذا ما كانش 100% اول مره هيسمع مني الكلام ده النهارده. لو انت شفتني على ستيج مليون مره، ده اول مره هتسمع مني الكلام اللي انت هتسمعه النهارده. شوف، عشان تنجح في حياتك محتاج تفهم هو ايه المعادله اللي ممكن تنجح اي بني ادم. مفيش حد يا جماعه ضعيف بينجح. متفق معايا؟ متفق معايا؟ مفيش حد ضعيف بينجح. مفيش حد هش فراجايل بينجح. مفيش. واذا انت expecting او متوقع انه في ناس بتنجح وهم ناس هشه، فانت غلطان. لانه الحياه ما بتسيبش حد في حاله. صح ولا مش صح؟ الحياه بتدي كل كف وكف يلوح. صح ولا مش صح؟ الناس بتفتكر او بتطالب بانه ما يبقاش في كفوف، ولكن الواقع هو رد فعلك على الكفوف دي شكله عامل ازاي. لانه كده كده هتفضل تاخد كفوف، كده 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 هتتضرب. انت كده كده هتتضرب. مين موافق على الكلام ده يا جماعه؟ صح؟ فالحياه مليانه صعوبات، تحديات، مشاكل، مواقف صعبه، challenges and so on. انت لازم انت اول حاجه تفهم انه ده الطبيعي. لانه اذا ما فهمتش ان ده الطبيعي فده اصل المشكله. اذا ما فهمتش انه الطبيعي اني اقابل تحديات وصعوبات. وهنا تاني انا مش بتكلم عن نجاحك فين، انا بتكلم عن نجاحك فين؟ في حياتك. اللعبه كلها انك انت محتاج تكون سترونج ستاندنج. عارف الناس اللي واقفه وتد؟ الناس اللي واقفه دي العصب الناشف الجامد، هم دول الناس اللي بينجحوا. طب اسالك سؤال، ازاي انا اعرف انا جامد ولا لا؟ لانه في بعض الناس بيظن او بيصور للي حواليه انا جامد، بس جوه بلح باللبن، تمر هندي جوه. اتفهم؟ طب اكتشف ازاي ان انا جامد؟ هقول لك هم 4 عوامل، 4 factors. 4 عوامل، 4 مقاييس
لازم انت تتشك انت كل مقياس منهم انت فين فيه، من 1 ل10. 1 اقل حاجه، 10 اعلى حاجه. حلو كده؟ وكل ما رفعت المقاييس بتاعتك في ال4 مقاييس دول، او معدلاتك في ال4 مقاييس دول، انت كده 100% جامد جامد جامد. اقول لك والله لا تنجح. شوف، في ناس بتنجح غصبا عن الكوكب، في ناس بتنجح عافيه، والله بينجح عافيه. ده ليه؟ لانه جامد في ال4 نقط اللي انا هتكلم معاك فيهم دول. وال4 نقط دول حقيقه، انا اسف للكلمه اللي اقولها، بيعروا اي حد وبيوضحوه قدام نفسه كريستال كلير، كانه واقف قدام مرايه بمنتهى منتهى منتهى الوضوح. منتهى الوضوح. بتقف قدام مرايه كده لدرجه ان انت بتسال نفسك ال4 اسئله دول وتقول لا، انا محتاج اشتغل على نفسي عشان فعلا كده في قلق. لانه اجين احنا داخلين على سنه حلوه ان شاء الله هنعمل فيها نجاحات عظيمه. بس اكلم معاك بصراحه، انا عايزك معانا. انت طالما جيت الليدرشيب ورك شوب فانا بقولها لك اهو، النجاح من غيرك مش هيبقى ليه طعم بصراحه، والله العظيم. اصل معلش، انت جيت الليدرشيب ورك شوب وقاعد معانا في التريننج ده وموجود معانا، اتكلم معاك بصراحه، ما ينفعش في يوم من الايام اقول ايه، ياه ده كان هنا في فلان. ما مش عايز. فانا عايزك معانا، فعشان كده انا عايزك تفهم المعادله بتاعت السترنس، القوه في الحياه شكلها عامل ازاي، عشان تعرف تقيس حتى كمان في حياتك، مش بس في البيزنس. تاني، the way you act in something is the same way that you act in everything. الطريقه اللي بتتعامل بيها في حاجه هي نفس الطريقه بالملي اللي بتتعامل بيها في كل حاجه. are you with me؟ تمام؟ طيب تعال نتكلم. اول حاجه، احنا كلنا متفقين ان الدنيا صعبه، فيها تشالنج وصعوبات وتحديات، ومش هتبطل تدينا ايه؟ كفوف. حلو حلو. فاول عامل اسمه عامل التوليرانس او التحمل. قدرة التحمل، القدرة على التحمل. انت الفتيل بتاعك اللي بعده بيحصل الانفجار، فتيل صاير، دي مصيبة. شوف كلمة حضرتك، دي مصيبة والله، على حسب يعني ايه. The way you act in something is the way that you act in everything. الفتيل بتاعك ده بتقدر تتحمل انت لحد امتى؟ تحمل كتير ولا انت ما بقيتش بتقدر تتحمل؟ من اول كف انفجار ويلا وتذمر، وهو الدنيا صعبه والدنيا جايه عليا، وتقعد تشتكي والظروف والحياه والضحيه، وانا اصلا هم السبب وهم اللي عملوا فيا كده، وانا يا عم مش عارف ايه. غيرك بيتحمل والدنيا تيجي عادي والدنيا تقرص ودايس. وخلي بالك اوعى تظن انه غيرك ما بياخدش كفوف، بس قدرة تحمله اعلى. الفتيل بتاعه اطول لغايه ما الانفجار يحصل. فدي نقطه مهمه جدا. انت محتاج تطول الفتيل بتاعك، محتاج يبقى عندك قدره عاليه على التحمل. سمعنا زمان كلمه بتقول اللي مش هيكسرك هيخليك، وهو دي الحقيقه. عارف اللي مش هيكسرك هيعمل ايه؟ هيرفع مقياس معدل التحمل بتاعك. حاجه ما كسرتنيش يا باشا، انت تعرف انا قابلت ايه في حياتي؟ هات 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 هات، ده انا جاي لك من بعيد. الحاجات دي تخوفوا بيها العيال التوتو. انت مش فاهم، انا مت موتات اتقل من كده بكتير. هو دي القدره على التحمل. فالفكره كلها، اسال نفسك بقى دلوقتي وخليك صريح صريح مع نفسك. سؤال واضح، قدرتك على التحمل كام من 1 ل10؟ 1 اقل حاجه، 10 اقل حاجه. اكتب دلوقتي عندك في الورقه بتاعتك، يلا. نعم، هقول لكم يا جماعه، هيس على اي اساس؟ ده كلام جميل.
هقيس على واحدة من ضمن أهم الأساسيات، المواقف اللي أنت عديت بيها في ال 12 شهر اللي فاتوا. قدرتك على التحمل كان شكلها عامل إزاي؟ أنت جامد أنت، الله يبارك لك. الله يبارك لك. يا عم الله يبارك لك خلاص، عشان العين الناس هنا بتحسد. طيب شوفوا يا جماعة، أنا عايزك هنا تكون إيه؟ صريح مع نفسك. وأنا مش بطالب إنك ترفع إيدك وتقول إسلام أنا كذا، لا. أنا عايزك تعمل إيه؟ تواجه نفسك مع نفسك ولنفسك، وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الصدق وبمنتهى الحرية. تاني أقسم لك بالله إنه بعد ال30 دقيقة الجايين دول أوعدك إن عقلك هيتحول completely. نظرتك للأمور وللحياة هتختلف تماما. بس رقم واحد، تسأل نفسك السؤال الأول: قدرتك على التحمل، your tolerance قد إيه؟ مش في البيزنس، انا مش دعوه بالبيزنس، انا دلوقتي ما بتكلمش عن البيزنس، انا بتكلم عن الحياه. بيزنس مثلا، تعالوا ناخد اكزامبل. حلو، اكزامبل مثلا، كم واحد لو قال لي لا ورفض، وناس عشمت ان هم يعملوا ساين اب وما بداوش معايا، وانا كان نفسي احقق تارجت والدنيا مش عارف ايه. كام مره الدنيا بتدي لك فيها كفوف وتمشي عكس الاتجاه اللي انت كان نفسك فيه، وتفضل تدي وانت مستحمل وعادي، ما انفجرتش، وعادي مش هتلوم حد، وعادي انا مكمل، لا صباح الفل، انا هطور من نفسي، انا هظبط، انا هعمل، انا هسوي. ده اسمه توليرنس. طب ده في البيزنس. طب في الحياه، هل انت من النوع اللي بينفجر بسرعه؟ هل انت من النوع اللي بتعصب بسرعه؟ هل انت من النوع اللي لما بيحصل لك ظروف بتقعد بقى تلوم الدنيا وتتذمر ويحصل لك مشاكل؟ ده اول ايه؟ ده اول حاجه. فرقم واحد، what is your tolerance؟ ايه هو قدرتك على التحمل؟ يلا من 1 ل10 اقعد كده مع نفسك لمدة، اقول لك على حاجة، 20 ثانية. ما تجاوبش غير بعد 20 ثانية. افتكر 12 شهر فاتوا بمواقف، بصعوبات، بحاجات، بحوارات، بحكايات، ولغاية الصعوبات ما زادت جابت اخرها انت ما رفعتش الراية البيضاء. انت you are keeping trying، انت بتحاول. يلا 10 ثواني، 20 ثانية في صمت وعينك في ورقتك، ويلا بينا. صراحة 8 3 8 4 9 8 8 7 4 9 6 5 9 7 6 8 10 7 8. اوكي بيرفكت. 4. اوكي، خلي بالك احنا الاول هنتكلم عن be clear with yourself، خليك صريح مع نفسك، وبعد كده اقول لك ازاي نظبط الكلام ده. are you with me؟ يلا العامل الثاني. الحاجه الثانيه، طب يا عم انفجرت. انفجرت ماشي، وكده كده في بعض الحاجات انت ما بتعرفش ومش بترضى وعمرك ما هترضى تحكيها لحد، بس همشي معاك. انفجرت والدنيا فرقعت، بتتحكم في ردود افعالك ولا بتخرب الدنيا؟ بالراحه بس، بالراحه. هقول لك، احكي لك انا يعني ايه. الانفجار ايه حصل؟ بعض الناس، هديك اكزامبل على البيزنس يعني طبعا عشان حياتنا الشخصيه كلها مختلفه عن بعض، ولكن هديك اكزامبل على البيزنس. واحد من الناس يبقى شغال على تارجت ما والفتيل انفجر، خلاص هو ما قدرش يستحمل الاسترس. ما هو خلي بالك في اوقات التارجتس في ناس الابلاين بيضغط عليها ضغط مرعب. لو الفتيل بتاعه قصير بيعمل ايه؟ بيرفع الرايه البيضاء بسرعه وبينفجر، صح؟ وفي نوع تاني بيفضل يتحمل. عشان كده بنقول اللي بيتحمل كتير هنا الالماس بيطلع، لان الالماس بيطلع بعد الضغط العالي، صح ولا مش صح؟ صح. ولكن تعال نفكر، واحد من كتر الضغط انفجر. في نوعين من الناس، نوع بينفجر ويقعد مع نفسه كده بتاع 10 دقايق ربع ساعة يفصل عن الدنيا
ويكولكت نفسه تاني، يلم نفسه كده ويجمع قوة تاني، وهوب اغسل وشك وانزل اشتبك. ونوع تاني بقى بيلبس طاقية الإخفاء، بيهرب. دول الناس اللي ما عندهمش المؤشر التاني اللي اسمه الثبات الانفعالي. أنا النهاردة لما بيحصل لي مصيبة، لما الدنيا بتنفجر، لما أنا بيحصل الضغط ما بقدرش أتحمله، إيه الرياكشن بتاعي؟ رد فعلي بيكون عامل إزاي؟ بهرب، بلبس طاقية الإخفاء، برفع الراية البيضاء، بمشي، بخرب الدنيا، بقعد اقول مش عارف ايه وهم السبب وانا ماليش دعوه، وانا حتى لو ما بيني وبين نفسي، واقعد الوم وبوينت وبتاع، او اكتئب واقعد مع نفسي واهرب واخش انام. في ناس بتهرب من الضغط بالنوم، اقسم بالله. ده انت امال ايه 10 من 10. ما قدرتش اسكت. بص انا ما بعرفش اسكت. anyway اتكلم معاك بصراحه. اقول لك على حاجه، انا كاسلام اقسم لكم بالله يا جماعه، انا دي كانت واحده من اكبر مشاكل شخصيتي، ان انا في بعض الاوقات لما الدنيا بتزيد قوي انا ما بعرفش الوم حد، بس بعرف قوي الوم نفسي. وده وداني المرحله اصعب، ان انا بدات اهرب من الاسترس ده بايه؟ بالنوم. بهرب، بجري فعلا. وخلي بالك دي واحده من اكبر المشاكل. لا هقول لحضرتك، شوفوا يا جماعه، الناس الهروب عندها درجات. في ناس بتهرب بلومها للآخرين، وناس بتهرب بأن هو ينام ويكتئب عشان هو عمال يلوم نفسه فمش قادر يتحمل. ولكن في ناس بتعرف تتحكم في ردود أفعالها. وخلي بالك الدنيا مش هتبطل تيجي عليك، والظروف عمرها ما هتبقى زبادي خلاط. الدنيا دايما صعبة. الذكاء والشطارة انت بترد ازاي، ردود افعالك على المواقف الصعبة شكلها عامل ازاي. لانه بمنتهى البساطة جدا، اذا انت لم تمتلك النصيب فانت تمتلك القرار. لو اللي حصل نصيب فانت القرار بتاعك هو ازاي هرد على الكلام ده. يس نو، يس نو. فدي النقطة التانية، ثباتك الانفعالي شكله عامل ازاي. في ناس يا جماعة في اوقات الضغط العالي اول ما بتهرب بالنوم ممكن يروح ينام مثلا يوم ويصحى من النوم مقريف اكتر، ويكمل نوم بعدها ويصحى من النوم متضايق اكتر واكتر واكتر. وبعد شوية، بعد اسبوع 2 3 تبقى الظروف هي اللي عدت، ولكن هو اتقطم جوه. لان خلي بالك تاني، كل مر سيمر. مفيش حاجة بتحصل عشان تفضل، الحاجة بتحصل عشان تشكلنا. لو احنا ما تشكلناش مظبوط هنضيع. اقول لك على معلومة، في ناس انا بشوفها والله العظيم، ودي نصيحة مني ليك، ارفع مؤشر الثبات الانفعالي عندك والا هتزعل من نفسك ومن حياتك. وهالمشاكل هتحصل كده كده، والفتيل بتاعك لما ثباتك الانفعالي بيقل الفتيل بيقصر، لانك مش هتبقى بتستحمل الضغوطات اصلا. وعارف الطريق السهل ايه؟ يلوم الناس، يعمل ايه؟ يا اجري اعيط وانام واهرب. فبالتالي انت مش بتزود قدرتك على التحمل، انت بتزود قدرتك على الهروب. Are you with me؟ فديت النقطة. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ احنا داخلين على سنة محتاجين نسخة جديدة منك. يا صنع، احنا داخلين على سنة جديدة باهداف جديدة بطموحات جديدة، صح؟ يبقى محتاجين نسخة جديدة. فالنسخة الجديدة دي محتاجة النقطة التانية، انه الثبات الانفعالي مؤشره يبقى عالي جدا عندي. يا باشا هات انفجرت والدنيا خربت وحسيت ان انا خلاص مش قادر اتحمل، 10 دقايق ربع ساعة انا قاعد بفصل واسأل نفسي سؤال واحد، طب ازاي اظبط الثبات الانفعالي بتاعي؟ اكتب معايا. هم حاجتين، واحد
اسأل نفسك أول سؤال، مين هيحل المشكلة دي غيري؟ لو أنا ما حلتهاش مين هيحلها؟ مفيش؟ يبقى أنا المسؤول. أدي أول حاجة هتخليك تعمل إيه؟ تحس إنه أنا المسؤول. 2، لو أنا هربت مشكلة هتتحل؟ لا، بنسبة 1000% مش هتتحل. خلي بالك، لو حد حل المشكلة غيرك بيفتكروا دايما ان انت في الوقت الصعب هربت، وهيفضلوا فاكرينها لك طول حياتك. ولو انت في الوقت الصعب وقفت هيفضلوا فاكرينها لك برضو طول حياتك. هقولها لك تاني، لو انت في الوقت الصعب وقفت الناس هتفضل فاكره ان انت كنت وتد. طب ولو هربت برضو نفس الكلام. ومش بس الناس، اقول لك توظف الناس، انا مش مهم الناس، انت عقلك هيبقى مترجم الضغط بيساوي هروب، مش الضغط بيساوي حلول. يا نو. في ناس لما بتضغط وبتنفجر المشكله بقى حصلت خلاص، بيبدا يقعد بقى ايه، طيب بص يا باشا من الاخر كده، مش عايزين ننوح ولا عايزين نعيط، لانه انا يا جماعه انا دلوقتي بقيت من الناس دي، لو من الاخر كده ايه، في مشاكل مثلا ما تقعدش ترغي في المشكله كتير. ليه يا عمي؟ حضرتك انا فاهم قدر المشكله، هتكلم في حلول اهلا وسهلا بيك، مش تتكلم في حلول شد بلاستر وامشي. وابقى تعالى لنا لما نحل المشكله نعيط انا وانت وماما وناهد وكلنا. انما دلوقتي انا مش عايز اشوفك. وضحت؟ Are you with me؟ فاسأل نفسك بقى السؤال، الثبات الانفعالي بتاعك كم من 10؟ كم من 10؟ وخليك صريح ولو سمحت. طب احسبه ازاي؟ مواقف 12 شهر فاتوا عدوا عليك كان شكلهم عامل ازاي؟ يلا يا جماعه. في الحياه، في البيزنس، في الكوكب، في سلطه، في اي حاجه، اي حاجه حصلت، موقف صعب حصل معايا، موقف شخصي، موقف في البزنس، موقف في حياتي، في دراستي، مع اهلي، مع اولادي، مع زوجي، مع مراتي، مع مش عارف ايه، مع مديري، مع ابلايني، مع داونلايني، اي حاجه. اتفضل. ما هو ده ما هو ده ما هو ده يا دكتوره. بصي، ما هو تاني، في حد هنا سأل بيقول ما النوم فصلان، صح؟ النوم اسلوب او طريقه. ده تمام، فهمتك. لا ده تمام، لو أنا كده هنام ساعه ولا حاجه واصحى مش عارف ايه. انما اللي انا كنت اقصده الناس اللي بتنام هروب، ده بيؤدي الى اللي انت كنت بتقوليه دلوقتي يا دكتوره. ده واحد بيجلد نفسه، تمام؟ وبيجلد نفسه ليه؟ عشان هو دايما بيقول لنفسه انا السبب في المشكله وانا مش هعرف احلها. الثبات الانفعالي معناها طب حلو، مشكله حصل، انا كده كده كويس، اعمل ايه بقى عشان احل؟ فاهمه؟ ده بيخلي عقلك يوبريت او يمشي بطريقه مختلفه تماما. ما هي دي النقطه الثالثه بقى. النقطه الثالثه، كتبتوا يا جماعه؟ كله كتب كم من 10؟ ها، مين كتب يا جماعه؟ الله عليكم. طب يلا النقطه رقم 3. ثالث حاجه هي، طب يا سيدي الفتيل ضرب وانت هربت، ما في قاعده كده بيقول لك ايه، بيبقى في الفايت اور فلايت مود، عارفين يا جماعه؟ فانت بتروح مع الفلايت. طيب، طب ده حصل والدنيا خبطت، عايز تعالج النقطه دي؟ علي المؤشر رقم 3، اسمه ايه؟ مؤشر الفلكسبيليتي او المرونه. المرونه دي بتيجي منين؟ بتيجي من تغيير الافكار بتاعتك، تبقى مرن عادي. عارف العادي؟ عادي. هي دي النقطه بقى،
في ناس يا جماعه بتتحشر في الايه؟ في اللي فات. حشرته في اللي فات دي اعوذ بالله، اعوذ بالله. يعني تجربه حصلت. ده في ناس، اقول لكم على حاجه يا جماعه، في علم النفس عندهم تعريف حلو قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك في ناس سنها 35 سنه وحياتهم واقفه عند 24 سنه، مش قادر يتخطى موقف حصل له وهو عنده 24 سنه، مش قادر. وده اللي حشره في كورنر ابن لذينه. يا سيدي الفاضل، ما هو ده المؤشر الثالث. اسمه ايه؟ هقول دلوقتي اسمه ايه؟ الفلكسبيليتي والمرونه. طب ابقى مرن ازاي؟ what you cannot change accept. اللي ما تقدرش تغيره اقبله. هديك اكزامبل كلنا يعني، ويا رب ما حدش يعدي بيه اصلا، بس في بعض الاوقات لما مثلا بيحصل لك او بيحصل عندك في حياتك وفاة حد قريب ليك، ما في عقول بتقف، ما مش قادر اتخطى، مش قادر تتخطى، صح؟ اسالك سؤال، هتعرف تغير ده؟ اكسبت. اللي مش هتعرف تغيره اقبله. في ناس يا جماعه بيحصل لهم مشكله كبيره في الحته دي. عارفين يا جماعه اول مراحل المرونه ايه؟ انك تتسامح مع اللي حصل. طب يعني ايه معنى كلمه التسامح؟ بس عشان تفهمني اكتر، التسامح انك تقبل بان اللي حصل مش هينفع يتغير، انك تقبله. انت كده بتسامح مين؟ نفسك. وده اللي الدكتوره كانت بتتكلم فيه من شويه. انا بقع في مشكله بتزود لي، بتجيلي امراض مناعيه بسببها. ايوه because I don't accept. عقلي مش قادر يتقبل الموضوع، انا مش عارف اتقبل. اتكلم معاك بصراحه، هيحصل لك تحديات وهيحصل لك تشالنجز. مثلا حد كان نفسه يعمل رتبه ما مثلا في شهر 12 اللي فات، ما عملهاش، عقله وقف خلاص. يلا خد بقى لوم وعتاب وانا مفيش مرونه وفلكسبيليتي. طب سؤال، هو شهر 12 هيرجع تاني؟ لا. طب هو هتعرف تغير الماضي؟ لا. so you have to accept it. بس هقول لك على الجود نيوز، لو غيرت المستقبل، الماضي اللي بيضايقك هيبقى قصه حلوه تعرف تحكيها للناس. yes or no؟ yes or no؟ فعشان كده بمنتهى البساطه جدا، رقم 3، انت مرن قد ايه؟ انت بتاكسبت قد ايه؟ طب لو انا المرونه عندي زادت، ثباتك الانفعالي هيزيد، ولو ثباتك الانفعالي زاد، الفتيل هيزيد وقدره التحمل هتزيد. Are you with me؟ Are you with me؟ صح ولا مش صح؟ وكلنا بيحصل لنا مشاكل زي كده. اوعى تفتكر ان في بني ادم بيطلع هنا على الستيج ما حصلش معاه مشكله ما كانش قادر يتخطاها. والله العظيم كلنا عندنا بمشاكل، اقسم بالله اصعب مما تتخيل. بس عملنا ايه؟ قبلناها. ليه؟ سيلافي والله العظيم هي الحياه كده. ولازم نقبلها، وتقبل ان هي صعبه، وتقبل ان هي فيها كفوف وفيها تحديات وفيها صعوبات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولقد خلقنا الانسان في كبد، تعب ومشقه ومعاناه يس نو. صح؟ حد وعدك ان الحياه تبقى سهله؟ حد وعدك انه النجاح هوم ديليفري؟ مفيش حاجه اسمها كده. فلو عايز تنجح لازم تعلي مؤشر المرونه عندك. طب عليه ازاي؟ you have to accept what you cannot change. لازم تتقبل الشيء اللي انت ما تقدرش تغيره عشان تعرف تعيش عليه، عشان تعرف تعيش، عشان تعرف تكمل، عشان تبص للمستقبل بنظرة غير. ما تتحشرش في الماضي. اقول لكم على معلومة علمية في علم النفس، بيقول لك ان مخ الانسان هو اغبى جزء في دماغ الانسان او في جسم الانسان. مخ الانسان هو اغبى جزء في جسم الانسان. ليه؟ بيقول لك عشان مخك لا يفرق بين الحقيقة والخيال. حلو الكلام؟ حلو. مشكلة انك لما بتقعد تفكر في اللي فات كتير، عقلك بيصور ان ده اللي احنا عايشينه دلوقتي، فبيجيب لك بقى كل المشاعر اللي انت كنت حاسسها من سنين يجيبها لك لغاية عندك دلوقتي. فبالتالي ده بيفرز على اساسه هرمونات معينة يخلي مخك نفسه يحس بنفس الاحاسيس، وجسمك يرسبوند بنفس الطريقه، وعقلك والايموشنز والمشاعر فتتحشر. عارفين اللي احنا بنسميه الانتكاسه لما الناس بيكون عندهم امراض نفسيه او كده؟ ليه؟ بسبب كتر التفكير في اللي فات.
طب انا اعمل ايه يا اسلام؟ تقبله، فول ستوب. اكدت انه حصل، عادي، حصل، يس. انا عايش، تمام، الحمد لله ان انا لسه موجود وواقف على رجلي. الحمد لله ان انا لسه موجود واقف على رجلي. الحمد لله ان ربنا اداني القدره على تغيير المستقبل. الحمد لله ان انا بصحتي دلوقتي. الحمد لله ان انا عندي فرص كتير لتغيير اللي جاي. الحمد لله ان انا عندي اهداف في اللي جاي. الحمد لله ان انا عندي قرارات كبيره انا هقدر اخدها علشان اغير اللي جاي. الحمد لله على نعمه النيه الطيبه لتغيير المستقبل. الحمد لله. if you will accept it، الفلكسبيليتي ليفل بتاعتك هتبقى unbelievable. انت مش متخيل. السؤال اللي جاي، اسأل نفسك سؤال. مواقف حصلت، حاجات صعبة، افتكر كده 12 شهر فاتوا انت كنت مرن قد ايه؟ ود لنفسك جريد من 1 ل10. يلا يا جماعه، معلش انا يا جماعه مش عايزك 2. خد وقتك وفكر، عشان ده بناء عليه هيتبني حاجات كتيره قوي. اوكي؟ الانانيه هقول دلوقتي بس نخلص. هقول لك على حاجه برضو. لما تيجي تفكر في الفلكسبيليتي بتاعتك او المرونه بتاعتك او التقبل بتاعك، مش سهل انك تتقبل حاجات صعبه. انا بس بقولها لك، مش سهل بس تستحق. وهختصر عليك مسافه كبيره. يا عم اقول لك على حاجه، فكر فيها 20 سنه، هتتغير؟ والله ما هتتغير، والله يا عمرو ما هتتغير. اقسم بالله يا جماعه لو قعدت تفكر في اللي فات، اللي حصل عارفين في مثل مصري يقول لك ايه؟ التفكير في اللي فات نقصان عقل. والله العظيم التفكير في اللي فات نقصان عقل. فكرت فيه، اتغير؟ مين اللي اتنكد علينا ياو؟ انت. طب وليه؟ ما يولع اللي فات يا عم، خلص. اكسبت الحمد لله ان انا لسه واقف على رجلي. يس نو. فرقم 3 الفلكسبيليتي. فكر بقى في المواقف. اقول لك على حاجه، تعالوا ناخد كلنا قرار مع بعض to forgive the past، ان احنا نسامح اللي فات ونسامح الماضي بتاعنا ونقبله بحلو وبوحش بكله، ونقول ايه؟ الحمد لله ان انا واقف على رجلي. عشان تعرف تفكر في اللي جاي. يس نو. تيجوا كلنا يا جماعه مع بعض نطلع من الليدرشيب ورك شوب دي والله العظيم بقرار كبير to accept the past. خلاص. ليه؟ لانه الماضي مضى ومستحيل تعرف تغيره، صح؟ فيا معلم تقبله. فيلا بينا نعمل كده يا جماعه. ايه رايكم يا جماعه نعمل كده؟ مين موافق يا جماعه نعمل كده يا جماعه؟ يس نو. حلو. طيب، وده ياخدنا للمؤشر الرابع والاخير. ايه المؤشر الرابع؟ شوفوا يا جماعه، هجاوب بس على السؤال بتاعك. الفرق ما بين المرونه والانانيه. المرونه ان انا ابقى مرن، بتقبل اللي فات لنفسي عشان مستقبلي. ايه علاقه ده بالانانيه؟ مفيش انانيه اصلا في الموضوع. بالعكس، اقول لكم على حاجه معايا بصراحه، انت مستحيل هتعرف تحب حد الا لما تحب نفسك الاول، وبعد كده هتعرف تروح تساعد الاخرين. روح ساعد الناس. حلو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حب لاخيك ما تحبه ايه؟ لنفسك. صح ولا مش صح؟ احب نفسي واحب الخير للناس، ما بقاش انا عندي الخير ومنعه. وضحت؟ ده اسمه ايه؟ انانيه. انا عايز الخير لنفسي انا بس. انما المرونه خلاص، انا باكسبت حاجه حصلت، انا حابب نفسي، انا عايز ابقى كويس. يا جماعه مفيش حد هيعرف يساعد حد غير لما هو يبقى كويس. مفيش حد بينجح غير لما، او بينجح ناس غير لما هو بيعرف ينجح الاول. لو ما عرفتش انت نفسك مع نفسك لوحدك الون تنجح، مش هتعرف تساعد حد ان هو ينجح. Are you with me؟ وضحت؟ طب يلا النقطة الرابعة والأخيرة هي طب أنا يا إسلام الدنيا انفجرت. حلو. وبعد ما انفجرت
انا رديت برد فعل يعني من البنيله. حلو. ومش عارف اتقبل، ما عنديش النوع من المرونه او الفلكسبيليتي. حلو. اعمل ايه؟ تيجي بقى للنقطه الرابعه والاخيره. وخلي بالك، عارفين يا جماعه لما يقول لك فلان الفلاني الدنيا غيرته؟ حد سمع المصطلح ده قبل كده؟ صح؟ الدنيا غيرته فعلا، ما كانش كده بقى واحد تاني. في ناس بتتغير للأوحش وناس بتتغير للأحسن بكتير. صح ولا مش صح؟ مين متفق معايا على الكلام ده يا جماعة؟ حلو. ايه بقى النقطة الرابعة دي؟ النقطة الرابعة دي نقطة في غاية الروعة، في غاية العبقرية. هي نقطة الادابتابيليتي، القدرة على التكيف والتأقلم. هاخد، عارف انت في الكورة كده يقول لك ايه؟ خد الكرة على عيبها وشاطها وجاب جون. على عيبها يعني ايه؟ هي جات له مش مظبوطة زي ما هو عاوز، بس هو كيف نفسه عليها. وده اللي احنا بنسميه يا جماعة القدرة على التغيير. to change. ان انا يحصل لي تكيف او ادابتابيليتي. وركز في الكلام اللي جاي ده بقى، الكلام ده مهم قوي قوي فوق ما تتخيل. بص، النهارده مين الناس اللي بتتغير للأسوأ؟ الناس اللي بتسيب نفسها من غير ما تعرف هي محتاجه تتغير في ايه. سايب نفسه للدنيا. الله ينور عليك، زي ما تيجي تيجي. فايه اللي بيغيره للأسوأ؟ واحد، ظروف حصلت معاه. اتنين، مواقف صعبة عدى بيها. تلاتة، بيئة محيطة حواليه. اوكي؟ كل الناس هتموت وتعرف ايه اللي في الورقة، لدرجة ان اللي هو ايه؟ كتب له ايه يا رب نعرف. بص من ورا. طيب، بمنتهى البساطة جدا، الناس اللي بتتغير للأسوأ بتتغير عشان هو ساب نفسه. يا جماعة، أسوأ حاجة في الدنيا إنك تسيب عصاية الكنترول في إيد حد تاني. أكتر حاجة تزعل إنك تسيب نفسك من غير ما تمسك الكنترول. ليه تركب في الميكروباص ورا؟ ما تسوق أنت يا عم. وهو ربنا سبحانه وتعالى خلقك عندك القدرة دي، قدرة على الاختيار، القدرة على اتخاذ القرار، القدرة على التحكم والسيطرة في حياتي. يا سنو، فكلم معاك بصراحة، ايه اكبر حاجة ممكن تغير لك الاربع عوامل دول؟ هي القدرة على التكيف والتأقلم والادابتابيليتي. انك انت تتغير للافضل. عارف بتتغير امتى؟ لما تبقى عارف المشاكل اللي عندك ايه، ورقم 2 متقبلها عشان انت شخص مرن، ورقم 3 مش بتهرب منها عشان عندك ثبات انفعالي محترم، ورقم 4 عندك قدرة كبيرة على التحمل. فساعتها بس هتبقى انت اللي سايق حياتك وماسك عصاية الكنترول، وساعتها شكل حياتك هيختلف تماما. يس نو. فالجيم هنا انت تدي لنفسك كام من 10 في فكرة انك انت سايق حياتك وعارف انا عيوبي ايه ومشاكلي ايه ومسيطر عليها، وعارف ان انا اللي هغيرها مش انا المشكلة. انت اللي حصل، احنا قلنا احنا هنعمل ايه يا جماعة؟ we will accept the past بمشاكله، بحلو بوحشه بكل حاجة. هنقبل الماضي كله. ليه؟ لانه what you cannot change accept، عشان تعرف تعيش. صح؟ طب اعمل ايه يا اسلام بعد كده؟ اعمل ايه؟ ابدا اشوف بقى انا محتاج اغير ايه. انا هتكيف على ظروف جديده شكلها عامل ازاي. انا همسك الكنترول في ايه. طب يا اسلام اعملها ازاي؟ اكتب معايا. عايزك تكتب دلوقتي اكتر 5 حاجات انت تقدر تغيرهم، ولو اتغيروا هيغيروا لك شكل حياتك تماما. 5 حاجات انت تقدر تغيرهم فيك او في المحيط اللي حواليك او في الظروف او في الحياة او 5 حاجات. مش بقول لك 10، هم 5. ال5 دول اكتبهم
وبعد ما تكتبهم تسأل نفسك السؤال على طول اللي جاي، لو اتغيروا حياتي هتتغير؟ هتلاقي الإجابة مليار في المية اكتب عندك 5 حاجات. ممكن تكون صفات، ممكن تكون ظروف، ممكن تكون علاقات وناس حواليا، بس انا اللي معايا عصايه الايه؟ الكنترول. دي حاجه I can change. المرونه هو تقبل ما لا استطيع تغييره. الادابتابيليتي هو تغيير ما استطيع تغييره. وضحت النقطه؟ فانا النهارده ايه الحاجه بقى اللي انا هقدر ان انا اغيرها؟ ايه هم 5 حاجات؟ يلا اكتبهم دلوقتي. محدش بيجري وراك، خد وقتك خالص، ومش لازم تكتب كل حاجة. عايزك تكتب بس 5 حاجات. مش لازم تكتب كل حاجة، اكتب بس 5 حاجات. طب اساعدك؟ ايه ال5 حاجات اللي ممكن اكتبهم مثلا يا اسلام؟ مثلا انا انسان عندي مشكلة انه عندي حتة كده في شخصيتي ان انا اكتر انسان بيتردد في العالم. اكتر انسان مثلا. ليه؟ عشان عايز كل محاولاتي تطلع صح، وعايز كل مجهودي يكون 100% بيجيب جون. وللاسف هذا مش موجود في الواقع. عشان مشكلة زي دي تتحل انا محتاج اعرف احلها ازاي. بس لو اتخلصت منها يا حبيبي انا حياتي ممكن تتغير تماما. مثال تاني، انا اكتر انسان بقول يا عمي ما جاتش على دي، صباح الفل عديها قشطه. عارفين الناس اللي بتقول قشطه على حاجات صغيره، وحاجه صغيره مع حاجه صغيره مع حاجه صغيره مع حاجه صغيره مع حاجه صغيره تعمل لنا كارثه كبيره في المستقبل؟ عارفين النوع ده من الناس؟ صح ولا مش صح يا جماعه؟ صح؟ اهو مثلا انا واحد من الناس، لا انا محتاج اغير ده. 3 مثلا، انا انسان مثلا بصراحه انا هتكلم بصراحه، بلاش ولا واحد فيكم عنده مشكله دي، ناس قاعدين بره القاعه هقول عليهم دلوقتي. تمام؟ ناس عندهم ايه يا جماعه؟ عندهم ايجو، عندهم تكبر مش طبيعي، مش كبرياء، تكبر. عارف التكبر بتاع ايه؟ اللي انا فاهمه هو الصح، وافكاري هي صح، وانا فاهم، انا ما حدش يعدل عليا، وعندي ابن لذينه، وشايف نفسه هولاك الكون ونجم العالم. النوع ده من الناس اللي هيحصل له مشكله في حياته هتقطمه نصين، والنصين دول لما هيتكسروا مش هيعرف يلحمهم تاني، وهيفضل عايش بعلامه في حياته معلمه فيه بسبب الايجو بتاعه. طب انا محتاج اعمل ايه؟ تو بي هامبل، ان انا اتواضع، ان انا اقبل ان انا ممكن اتغير عادي. ممكن يبقى عندي شويه مشاكل ان انا محتاج اتقبلها واغيرها واظبط الدنيا. تو بي ا بيتر فيرجن اوف مي، ان انا اكون النسخه الافضل مني. يس او نو؟ يس او نو؟ دي بعض الحاجات، وفي حاجات كتيره جدا بقى ممكن اقعد اكتبها. حلو. طب يا اسلام اذا انا غيرت ال5 حاجات دول، في مين كتب يا جماعه؟ مين كتب؟ لو انت كتبت ارفع ايدك. حلو جدا، نزل ايدك. الناس اللي كتبت، اسالك سؤال، لو الحاجات دي اتغيرت شكل حياتك هيكون احلى؟ يس نو؟ لا لا بجد يا جماعه، يس نو؟ بنسبه كام في الميه؟ 100%. صح ولا مش صح؟ 100%. الو 100%. 100%. يبقى حلو جدا الكلام ده. يبقى تعالى بقى نبداها من الاول تاني بقى. من الاول ايه؟ ان الدنيا مش هتبطل تدينا ايه؟ كفوف. مش هتبطل، دايما هيكون في ايه؟ تشالنجز، صعوبات، تحديات، مشاكل، ومستحيل تغير الحقيقه دي. حلو؟ حلو. فانا محتاج اعمل ايه من النهارده؟ 1، ازود مؤشر التوليرنس. ايه مؤشر التوليرنس؟ قدرتي على التحمل لاي حاجه وما انفجرش بسرعه، اكمل وادوس على نفسي اكتر. ليه؟ لانه لو انت من الاخر اتحملت اكتر كل ما كنت اقوى اكتر. اقوى اكتر. مين الناس؟ في ناس يا جماعه انت بتشوفها ايه؟ تقف قدامه يحسسك هيبه بنت لذين، ومع اول موقف صعب فار بيجري. رد عليا يا جماعه، يس نو؟ وحد تاني ما يبانش عليه، جربوا بس في مواقف صعبه تلاقيه ايه؟ وتد. يس نو؟ صح؟ فاول حاجه ارفع مؤشر قدرتي على التحمل. 2، تاني حاجه، لو لا قدر الله الدنيا انفجرت اوعى تهرب واوعى تلوم حد. اوعى تهرب واوعى تلوم حد.
امال اعمل ايه؟ 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه وبعدين افكر في الايه؟ في الحلول. ده في ناس يا جماعه لما بتقع في مشاكل في شغلها بيروح يتخانق مع مراته. هي مالها يا عم انت؟ والله مالها، ما هي السبب اللي مش مخلياني اركز. وفي العيال صغيره احباب الله بيلعبوا صح. معلش يعني انا اسف والله ما هم السبب، بالعكس حبيبي ده دول السبب اللي انت عشانهم هتبقى احسن. والله العظيم. Don't use your family as excuse. Use them as a reason. هم سبب ان انا انجح، هم سبب عشانهم انا لازم ابقى حاجه كويسه، عشانهم انا لازم ابقى افضل. يا سنو. فرقم 2 الثبات الانفعالي. رقم 3 المرونه. ما هو تعريف المرونه؟ تقبل ما لا استطيع تغييره. حاجه حصلت انا مش هعرف اغيرها، هقبلها عشان اعرف اعيش. وهقول كلمه واحده، هقول ايه يا جماعه؟ الحمد لله ان انا ايه؟ واقف على رجلي، والحمد لله على نعمه ان انا اقدر افكر في المستقبل واقدر افكر في اللي جاي. ولو غيرت المستقبل، الماضي اللي انا مش هعرف اغيره ده هيبقى ايه؟ قصه حلوه تتحكي للناس. اقول لك على حاجه، لما تطلع على الستيج هتقول ايه؟ جماعه الحمد لله انا نجحت. لما تنجح الحمد لله انا نجحت على الرغم من ان حصل معايا كذا وحصل معايا كذا وحصل معايا كذا. انت تعرف انا حصل فيا زمان كذا وكذا وكذا. اقول لك على معلومه ليك انت دلوقتي، الحاجات اللي بتضايقك دلوقتي اللي انت ممكن ما تعرفش تحكيها دلوقتي هتبقى اروع حاجه تطلع على الستيج تحكيها لما تنجح، وهتفضل تضايقك لحد ما تنجح. ولما هتنجح هتبقى القصه الحلوه والسبايس اللي بيتحط على الطبخه عشان تطلع تعلم الناس درس في حياتهم. ار يو وذ مي؟ يس اور نو؟ صح ولا مش صح؟ فرقم 3 تقبل ما لا تستطيع ايه؟ تغييره. رقم 4 والاخيره هي الادابتابيليتي، هو القدره على التكيف والتاقلم، وان انا يبقى معايا عصايه الكنترول. شايف ال4 عوامل دول؟ 4 عوامل كفيله ان هي تغير لك حياتك بالكامل. 4 عوامل هتفهم منهم انه الحياه عشان تنجح فيها انت، او عشان تنجح في البيزنس انت محتاج تنجح في حياتك، وعشان تنجح في حياتك محتاج تركز مع ال4 عوامل دول. وتاني هقولها لك، the way you act in something is the way that you act in everything. الطريقة اللي هتفكر بيها في حاجة هي نفس الطريقة اللي انت هتفكر بيها في حاجات تانية. الطريقة اللي انت تتعامل بيها في حاجة هي نفس الطريقة اللي تتعامل بيها في كل حاجة. فلو سمحت احنا مش عايزينك تنجح في البيزنس، احنا عايزينك تنجح في حياتك عشان تعرف تنجح في البيزنس. ربنا يكرمكم يا جماعة.